في وفاة الفنان محمود عبد العزيز مع صراع طويل مع المرض. هل الخبر مؤكد يا جماعة؟ الله يرحمه. الله يرحمه. كان فنان جميل، كان مصري أصيل محترم، كان بيحب البلد وحافر في وجدان كل بني آدم. رأفت الهجان، صراع طويل مع مرض ملوش علاج. طول عمره كان مبتسم، كان سعيد، وعمره ما غلط في حد. فنان محترم من الجيل الذهبي، الجيل ده اللي هو جيل نور الشريف. وربنا يدي محمود ياسين طولة العمر. عدد من الفنانين المحترمين، كان راجل جميل. عدد من الافلام وعدد من المسلسلات لغايه اخر لحظه كان بيشتغل. كان بيتألم حتى وهو بيعمل المسلسل بتاع رمضان الاخراني ده. كان يحب الناس والناس تحبه. ولاده كلهم فنانين. الله يرحمه. مرض كان عنده صعب، كان بيتألم. ربنا يعني ريحه وريح كل اللي حواليه. انما الناس اللي زي ده يا جماعه ما بتمشيش بلا بصمه، ما بتمشيش بلا ذكرى. بيفضل محمود ياسين عايش زي ما نور الشريف عايش، زي ما حسن امام عايش، زي ما نجيب محفوظ عايش. كل الناس دي عايشه اعمالها. اتفرج على الكيف، اتفرج على العار، اتفرج على كل الاعمال بتاعت محمود عبد العزيز. كل الحاجات دي معانا، كل الحاجات دي في عينينا. وانت راجع كل يوم في نغم اف ام بالليل بيعملوا حاجه جميله جدا. تسمع رأفت الهجان، بسمع الراجل وهو بيمثل يا ربي اسمع المسلسل ده 10 مرات وجسمي كله يقشعر واحس ان انا مصري. الراجل ده حسسنا ان احنا مصريين. قيمه وقامه. الله يرحمه. هي على فكره يا جماعه البلد ديت زي ما بقول لحضراتكم فقيره وغلبانه، بس عظيمه بناس زي محمود عبد العزيز. عظيمه بالفن المصري، عظيمه بالفكر المصري، عظيمه بالابداع والحضاره المصريه. ما عندناش غيرهم، صدقوني احنا ما عندنا غيرهم. ده هو انت اما تقف كده يقول لك انت جاي من بلد عادل امام، انت جاي من بلد محمود عبد العزيز، انت جاي من بلد ام كلثوم، انت جاي من بلد عبد الوهاب، انت جاي من بلد عبد الحليم حافظ، انت جاي من بلد الفكر والفن والثقافه. قوة النعمه، هي دي بلدنا. عمرنا ما كان عندنا حاجه غير دول. هم دول. هو المدرس المصري اللي زمان كان بيعلم العالم كله، هو المهندس المصري اللي بنى المنطقه كلها، هو الدكتور المصري اللي الناس كانت بتجيله زمان وقت ما كان الطب المصري محترم عشان يجوا يتعالجوا هنا ويقعدوا يستنوه في العياده بالساعات. هو ده المواطن المصري. ما كانش عنده حاجه غير كده، شويه تعليم وشويه فكر وشويه قدره. انت لو بصيت جواك اسال نفسك كده، هو انا محمود عبد العزيز ده اثر فيا قد ايه؟ هتلاقي محمود عبد العزيز ده جواك عامل فيك حته، حافر فيك حته. هو ده الوجدان. مش دايما يقولوا لك ايه الوجدان؟ يقول لك الكلام اللي احنا بنستهلكه. الوجدان ده ايه؟